الست اللي هنتكلم عنها النهاردة اسمها عزيزة. عزيزة عملت حاجات خلت الناس يسموها عزيزة بنت إبليس. الجريمة دي رغم انها حصلت في الثمانينات وانتهت، إلا انها في سنة 2012 رجعت شغلت الرأي العام مرة تانية والناس كلها اتكلمت عنها. تعالوا نعرف ايه القصة. القصة بدأت في إحدى القرى البسيطة التابعة لمحافظة اسكندرية، لما اتجوزت عزيزة بنت 17 سنة من شاب اسمه سعيد. سعيد كان شخص عصبي جدا وبيعاملها معاملة وحشة من ضرب وإهانة طول الوقت. المشكلة هنا إن عدى أكتر من 3 سنين وعزيزة ما خلفتش ولا حتى حملت ولا مرة. الكل طبعا كان بيسألها هتخلف إمتى. عزيزة حست إن في حاجة غلط وراحت تكشف عشان تعرف ليه مش بيحصل حمل. لما راحت للدكتور اكتشفت إنها للأسف ما بتخلفش ولا حتى هينفع تحمل مهما حصل. من الآخر كده عندها عقم. لما سعيد جوزها عرف الخبر ده بدأ يعاملها معاملة أقصى من الأول، حتى أهل جوزها بقوا يعايروها، وطبعا كل ده تعبها جدا نفسيا. واللي زاد كمان إن سعيد قال لها إنه مش هينفع يستمر مع واحدة زيها وطلقها. بعد ما اتطلقت عزيزة بفترة اتجوزت من شخص تاني من نفس المنطقة اللي هي فيها. المشكلة هنا إن أهل طليقها لسه بيعايروها ويلقحوا عليها كل ما يشوفوها. قررت عزيزة إنها لازم تنتقم من أي حد بيلقح عليها وتعرفهم إن مفيش فيها عيب. وهنا فكرت عزيزة في فكرة شيطانية جدا. يا ترى عملت ايه؟ ركزوا معايا كويس في اللي جاي. في سنة 1983 عزيزة بدأت توهم أهل طليقها وجيرانها إنها حامل، وكل ده كان بالاتفاق مع جوزها وأخت جوزها. طب ازاي هتعمل كده وازاي هتقنع الناس إنها فعلا حامل؟ بدأت في الأول تحط هدوم على بطنها تحت العباية عشان تبين يعني إن بطنها بتكبر، وكل شهر تزود شوية هدوم عشان تبين إن بطنها بتكبر وإن ده حمل طبيعي. وفضلت على الحال ده وعدت الأيام والشهور لحد ما وصلت للشهر التاسع والمفروض خلاص تولد، وكل ده كان كذبة. فهتجيب بقى الطفل منين؟ جت عزيزة في نص الشهر التاسع الساعة 10 بالليل بدأت تصرخ وهي في شقتها، ولما الناس اتلمت على صوتها أخت جوزها قالت للناس ما تقلقوش، دي عزيزة بتولد عقبال عندكم. وكانوا قبلها متفقين مع الداية بتاعة المنطقة عشان تيجي تولدها في مقابل قرشين حلوين. طبعا كل ده من غير ما حد يعرف أي حاجة. المهم برضو فين الطفل اللي عزيزة هتولده؟ هنعرف مع بعض عملت ايه. في نفس اليوم ده الساعة 12 بعد نص الليل راحت عزيزة لمستشفى الشاطبي في اسكندرية. وقتها المستشفى دي كانت إمكانياتها ضعيفة وكل الناس اللي بتدخلها من الطبقة الفقيرة. عزيزة وقتها لبست لبس ممرضة وعملت نفسها شغالة في المستشفى، ودخلت غرفة كانت فيها واحدة لسه والدة. خدت منها الطفل بحجة إنها تفحصه وتطمن عليه، وأخدته منها من هنا وطبعا هربت بيه وفص ملح وداب من المستشفى. وقبل الفجر بوقت بسيط والدنيا هادية عزيزة دخلت البيت ومعاها الطفل اللي خطفته، وطبعا في نظر الناس عزيزة بقت أم عادي جدا. كل ده لحد هنا عادي لأن التقيل لسه جاي قدام. تاني يوم الولادة جوزها خدها وراحوا عشان يسجلوا الطفل، وفعلا حصل وسموا الطفل إسلام، والموضوع ما اتكشفش وعدى، وعزيزة خلاص بقت تتعامل قدام الناس إنها بقت أم والدنيا مشيت. لحد ما إسلام كبر وبقى عنده 3 سنين، وهنا بدأت الناس تتكلم مرة تانية ويقولوا لها مش ناوية تخاوي إسلام ولا إيه؟ دلوقتي عزيزة عايزة تسكت الناس للمرة التانية، فهتعمل إيه؟ عملت نفس السيناريو اللي عملته في المرة الأولى بالظبط، هدوم على بطنها، وهمت الناس إنها حامل، وهكذا لحد ما عدت شهور الحمل وجي وقت الولادة. هتعمل إيه عزيزة المرة دي؟ قررت إنها تخطف طفل للمرة التانية، لكن المرة دي كانت مختلفة لأن عزيزة ما راحتش المستشفى زي المرة الأولى. المرة دي عزيزة راحت السوق وفضلت تلف عشان تشوف ضحية جديدة، وعلى حظها وهي بتلف في السوق شافت واحدة ست ومعها طفل واضح إنه لسه مولود. بدأت عزيزة تفتح كلام مع الست دي وتقول لها إنها شغالة في الشؤون الاجتماعية وإنها تقدر تساعدها في فلوس أو في أي حاجة. عزيزة كانت ذكية جدا لدرجة إنها عرفت تقنع الست بالكلام ده، وفي وسط الكلام عرفت مكان بيتها وعرفت كمان جوزها شغال إيه وبيروح الشغل إمتى وبيرجع إمتى. وطبعا حصلت مفاجآت صادمة محدش يقدر يتوقعها. تاني يوم راحت عزيزة لبيت الست دي ومعاها مبلغ وشوية حاجات بقى سكر وزيت ورز وحاجات من دي، وقالت لها كمان إن عشان كل شهر يجيلها نفس الحاجات دي لازم تيجي معاها مبنى الشؤون الاجتماعية عشان يسجلوا اسمها. وقالت للست يلا قومي غيري هدومك وهاتي العيل شيله على ما تخلصي. الست ما كانتش مخونة وفعلا دخلت تغير هدومها، قامت عزيزة واخدة الطفل واختفت خالص. الست اتفاجئت لما طلعت ان الست وابنها مش موجودين، وقلبت عليها البيت طبعا مفيش حد، فخرجت في الشارع وبقت تصوت وتعيط، والناس كلها اتلمت وبقوا كلهم يدوروا على عزيزة معاها بس ملقوش ليها اثر ولا هي ولا الطفل.
في الوقت ده أم الطفل طبعا راحت اسم الشرطة وعملت محضر بأوصاف عزيزة، والشرطة ساعتها قلبت الدنيا لكن ما وصلوش ساعتها لأي حاجة. بعدها راحت عزيزة وجوزها وسجلوا الولد باسمهم زي اللي عملوه المرة اللي فاتت، وسموا الولد هشام، وبكده بقى ابنهم رسمي. بعدها بشوية حست عزيزة وجوزها بشوية قلق، أو إن يعني ممكن الشرطة توصل لهم، فقررت وقتها تبيع البيت بتاعها لست جارتها اسمها شمعة، وباعت البيت وقررت تروح مكان بعيد جدا عن اسكندرية، وراحت وقتها محافظة العريش واشترت بيت هناك وعاشت فيه مع جوزها وولادها الوهميين إسلام وهشام. وعدت سنين على الحال ده لحد ما قررت إنها تاخد ولد كمان للمرة الثالثة، وبنفس اللي عملته في اسكندرية بالظبط. بدأت تقنع جيرانها الجداد إنها حامل، وزي كل مرة حطت هدوم على بطنها واحدة واحدة، وهكذا لحد ما قرب ميعاد الولادة. جوزها قال لها تعالي ناخد لفة في المستشفيات وندرس الموضوع عشان نشوف هنعمل ايه. بس في الوقت ده تحديدا كانت حالات الخطف في المستشفيات زايدة جدا، فعزيزة خافت انها تتكشف، وقررت المرة دي انها تخطف من السوق برضو، ولكن بحيلة وفكرة جديدة. فراحت عزيزة السوق وفضلت تلف وتدور لحد ما لقت واحدة شايلة عيل صغير. راحت عزيزة للست دي وفهمتها انها شغالة رئيسة تمريض في المستشفى العام، وباسلوبها الذكي جدا في الاقناع قالت لها انت ابنك ماله اصفر كده وصحته تعبانة، انت شكلك مش بترضعيه كويس. الست الغلبانة في الوقت ده بدأت تعيط وتقول لها انها فعلا مش بتعرف ترضعه طبيعي، وكمان مش قادرة تشتري له لبن طبيعي لان جوزها راجل مريض وهم على قد حالهم. هنا بقى عزيزة استغلت الفرصة وقالت لها ان في دكتور كبير معاهم في المستشفى بيساعد الحالات اللي زيها وبيخصص لهم مرتب شهري، وقالت لها تعالي معايا المستشفى دلوقتي نفحص ابنك ونكشف عليه عند الدكاترة الموجودين لحد ما الدكتور اللي بقولك عليه يجي، وهو قدامه ساعتين بس ويجي، هدخلك ليه وهو هيساعدك لانه راجل خير قوي. الست الغلبانة طبعا فرحت جدا ومشيت مع عزيزة للمستشفى. اول ما دخلوا المستشفى عزيزة قالت لها هاتي الولد انا هلف بيه عند الدكاترة وخليكي انت هنا عشان الزحمة، هكشف عليه وارجعهولك. وفعلا الست كانت وثقت فيها ثقة عمياء وسابت لها الولد، وعزيزة خدت الولد من هنا وخرجت بيه من الباب التاني للمستشفى، وزي كل مرة فص ملح وداب. أم الولد فضلت قاعدة مستنية عزيزة ساعة واتنين وتلاتة، وعزيزة طبعا ما ظهرتش. قلقت جدا أم الولد وقلبت المستشفى على عزيزة، وعرفت إن مفيش أي حد شغال في المستشفى لا بالاسم اللي قالته لها ولا بالمواصفات دي. طبعا الست هنا فهمت إن ابنها اتخطف، فراحت جري على الشرطة وعملت محضر باللي حصل. الشرطة بدورها قلبت الدنيا ولكن بدون أي نتيجة، لكن الست دي بالذات ما سكتتش أبدا، كانت كل يوم تروح الشرطة وتتابع معاهم الموضوع. وطبعا عزيزة راحت زي كل مرة هي وجوزها وسجلوا الولد الثالث باسمهم وسمته محمد، وكده بقى عندها 3 ولاد إسلام وهشام ومحمد. عزيزة بقى تسكت لحد كده؟ لا ازاي، دي عايزة تخطف الطفل الرابع كمان، وقالت لجوزها انها عايزة المرة دي بنت مش ولد زي كل مرة. بس قبل ما تفكر في كده تاني يشاء ربنا ان شمعة الست جارتها اللي اشترت منها البيت في اسكندرية تيجي تسكن جنبها في العريش. طب ليه الست دي تسيب اسكندرية وتيجي تسكن جنب عزيزة في الوقت ده؟ هقولك ان إرادة ربنا فوق كل شيء. الست شمعة أول ما شافت عزيزة عندها 3 ولاد قالت ازاي وعزيزة عندها عقم، وغير كده كمان أولادها مش نفس شكلها ولا حتى شكل جوزها، وهي أصلا كانت شاكة فيها من وهي في اسكندرية. شمعة ما سكتتش وراحت بلغت الشرطة على طول، لأن كمان في الوقت ده موضوع خطف الأطفال كان بدأ يبقى منتشر جدا. بلغت شمعة عن عزيزة وقالت للشرطة إنها كانت جارتها من أيام اسكندرية، وإنها ما بتخلفش، وإن جوزها الأولاني طلقها لأنها عقيمة، وقالت لهم إنها شاكة إن عزيزة خطفت الأطفال اللي معاها دول. الشرطة في الوقت ده عملت تحرياتها وقرروا إنهم يقتحموا بيت عزيزة، وكان معاهم أم الطفل محمد، لأن الست دي كانت شبه يومي بتروح للشرطة وما يأستش خالص إنها تلاقي ابنها. الست ام محمد اول ما شافت عزيزة اتعرفت عليها على طول وجريت عليها وكانت مستحلفة لها، بس الشرطة لحقتها من ايد الست بالعافية. قبضت الشرطة وقتها على عزيزة وجوزها وكمان اخت جوزها، واخدوا العيال ال3. عزيزة في الوقت ده كانت رافضة انها تعترف باي حاجة، وكانت مصرة ان دول ولادها، لكن الشرطة حققت معاها تحقيق من الاخر لحد ما اعترفت عزيزة ان محمد وهشام فعلا مش ولادها، وكمان قالت على اهلهم الحقيقيين ورجعوهم فعلا لاهلهم. طب اسلام اول طفل خطفته مصيره ايه؟ عزيزة كانت مصرة ان اسلام ابنها،
وفضلت تنكر وتحلف إن هو فعلا ابنها. وقتها النيابة قررت إنها تعمل لها تحليل DNA هي وإسلام، وفعلا طلعت إنها مش أمه. والدكاترة قالوا وقتها بالكشف على عزيزة إنها أصلا عمرها ما حملت ولا خلفت في حياتها. ونشرت وقتها الصحف صور عزيزة وإسلام على أمل يعني إن حد من أهل إسلام يتعرف عليه ويجوا ياخدوه. وتتفاجئ بعدها الشرطة بحاجة غريبة جدا ما كانش حد يتوقعها، إن بعد ما الصحف نشرت صور عزيزة جه بعدها مباشرة 24 بلاغ للشرطة من أهالي أطفال إن عزيزة أخدت ولادهم، وكل الناس أجمعت ومتأكدين إن دي هي اللي خطفت ولادهم، وإنهم فاكرينها كويس وشافوها. تخيل إنها خطفت 24 طفل غير إسلام وهشام ومحمد، وإنها كمان كانت بتتاجر فيهم. طب عزيزة ودت الأطفال دي فين؟ محدش عارف، وهي كمان أنكرت تماما. وطبعا محدش قدر وقتها يثبت البلاغات دي على عزيزة، لأن حتى العيال دول مش موجودين. واختلفت الأقاويل بين قتل الأطفال وبيع أعضائهم أو التجارة في الأطفال نفسها وبيعهم لعائلات مش بتخلف، لكن محدش قدر يوصل لحقيقة الموضوع ده كاملة. والمحكمة حكمت وقتها على عزيزة بالسجن 7 سنين بتهمة خطف الأطفال، واتحكم على جوزها واخته ب5 سنين بتهمة التزوير. إسلام وقتها كان عمره حوالي 11 سنة ولسه ما وصلش لأهله. وبعد حوالي شهر من حبس عزيزة جه شخص اسمه جمعة وقال إن هو أبو إسلام، وقدم الأوراق اللي تثبت إن ابنه اتخطف في نفس التوقيت وكل المواصفات كانت بتنطبق عليه. ولما سألوا عزيزة هل هو ده فعلا أبو إسلام، قالت إن هو ده أبوه. وفعلا راح إسلام مع أهله وعاش معاهم لمدة 22 سنة، وطبعا كان اتجوز وخلف 3 أولاد. بس إسلام بيقول إنه كان دايما حاسس إنهم مش أهله الحقيقيين، لحد في مرة سمع أمه بتتكلم مع أبوه إن إسلام مش ابنهم وإنه كده هيورث فيهم. بعدها حصلت مشادة بين إسلام وأبوه وطلب عمل تحليل DNA، وفعلا النتيجة لما طلعت اتضح إنهم مش أهله الحقيقيين بعد ما عاش معاهم كل السنين دي. وسنة 2012 طلع إسلام في أكتر من لقاء على التلفزيون وكان بيدور على أهله، وقعد فترة كمان يدور على عزيزة لحد ما لقاها فعلا وكانت كبرت في السن. ولما راح لها عرف إنها مريضة وعندها كانسر، وفضل إسلام يترجاها كتير ويقول لها تعمل أي خير وهي في آخر أيامها وتقول له مين أهله. الغريبة إن عزيزة رجعت تقول زي ما قالت قبل كده إنها أمه وهي اللي خلفته، وطلعت وقتها في أكتر من لقاء في التلفزيون وفضلت مصرة إن هي فعلا أم إسلام، رغم إن تحليل DNA زمان أثبت إنها مش أمه. المهم إن إسلام وقتها كمان راح لأهل عزيزة وترجهم يساعدوه يخلوا عزيزة تقول مين أمه. ولما راحوا معاه لعزيزة وبدأوا يسألوها مرة تانية عن أهل إسلام، ساعتها اتعصبت عزيزة وبدأت تزعق جامد وتقول له أنت ليه مش مصدقني؟ أنت ابني وملكش أي أم غيري. ولما قال لها ليه قالت على جمعة إن أبوه، قالت له إنها خافت عليه وقتها يودوه ملجأ للأيتام لأنها هتتسجن، وده بعد ما عرفت إن جمعة راجل غني وهيقدر ياخد باله منه. إسلام خرج من الأوضة وقال يسيبها شوية تهدى ويرجع يحاول معاها مرة تانية، لكن للأسف إسلام أول ما دخل الأوضة مرة تانية ملقاش عزيزة وكأنها اختفت. وطلع يبص عليها من الشباك لقى إن عزيزة رمت نفسها من الشباك، ولما طلع يجري عليها اكتشف إنها لسه عايشة. وحاول إسلام معاها تاني وكان عنده أمل إنها وهي على فراش الموت تعترف له وتوصله لأهله الحقيقيين، لكن عزيزة ردت بحاجة واحدة بس وقالت محمد فرج الله محمد، بس كده والسر الإلهي طلع. وقتها اتهموا إسلام بقتل عزيزة بدافع الانتقام، لكن المحكمة برأته ده لأن كان في شهود كتير شافوا عزيزة وهي بترمي نفسها. وإسلام بعدها طلع تاني في أكتر من لقاء في التلفزيون، ومصر كلها وقتها عرفت حكاية إسلام وعزيزة، والموضوع شغل الرأي العام والصحف كلها اتكلمت عنه، وكان على أمل إنه يوصل لأهله، وكل الناس وقتها كانت متعاطفة معاه جدا، لكن للأسف موصلش لأهله. ولحد دلوقتي محدش عارف ليه عزيزة رفضت تقول على أهل إسلام الحقيقيين، لدرجة تخلي أي حد يشك إنها فعلا أمه. وللأسف عزيزة ماتت واتدفن معاها السر اللي كان ممكن ينقذ إسلام ويوصله لأهله. وانتشرت وقتها قصتين، منهم واحدة بتقول إن إسلام أهله ادوا عزيزة عن قصد، وإنهم طلبوا منها ما تقولش هم مين، وعشان كده هي ما قالتش حاجة وكانت مصرة إن هي أمه لحد ما ماتت. والقصة التانية والأقرب للواقع إن إسلام يبقى ابن واحدة من اللي كانوا بيعايروها بعدم الخلفة، وإنها قررت تحرق قلبها على ابنها، لكن طبعا محدش يعرف الحقيقة فين. وبعد 34 سنة من خطف إسلام وبعده عن أهله ظهرت عيلة وفيهم واحد يشبه إسلام جدا وكأنه توأم ليه. وبتحكي الأم إنها يوم 16 أبريل سنة 1984 كانت المفروض تولد في البيت، لكن لما الدكتور المتابع لحالتها عرف إنها حامل في توأم قرر إنها تولد في المستشفى، وراحت وقتها مستشفى الشرق
استشارات بيه للولادة، وقالت إنها شافت يومها عزيزة لابسة لبس ممرضات ومعاها واحدة تانية اسمها فاطمة، واللي اتضح إنها أخت عزيزة، وفاطمة كانت فعلا شغالة في المستشفى في الوقت ده. واتكلمت مع عزيزة وقتها لأنها كانت قلقانة لأن الدكتور قال لها إن ممكن يكون في طفل منهم ميت، بس عزيزة قالت لها ما تقولش الكلام ده عشان ممكن يرفضوا إنها تولد في المستشفى. وولدت الأم طفلين، الطفل الأول سمته عبد الحليم، لكنهم ما لحقوش يستخرجوا ليه شهادة ميلاد، والطبيب وقتها قال إنه محتاج يتحط في الحضانة ويجوا ياخدوه تاني يوم. وتاني يوم الأب رجع للمستشفى عشان ياخد ابنهم، لكن في المستشفى فضلوا يأخروا تسليم الطفل، وكان في حالة من الفوضى ما فهمهاش والد الطفل وقتها، وفضلوا كده لحد العصر. طلع طبيب في المستشفى وقال لهم إن الطفل توفى، ولما والده طلب استلام الجثة لدفنها طلبوا منه أوراق كتير، باختصار كانت طلبات تعجيزية لأن طبعا ما فيش جثة، وطبعا ما قدروش يعملوها، فقالوا لهم إنهم هيدفنوه في مدافن خاصة بالمستشفى. ووالد الطفل وقتها صدق وسلم أمره لله. لحد آخر سنة 2017 أكتر من حد شاف إسلام في البرامج والفيديوهات والصور اللي كانت منتشرة وقتها، وقالوا للأم دي إن إسلام ده شبه ولادها جدا. وقتها دكتورة قريبتها قالت لها تعمل مع إسلام تحليل DNA لأن فعلا الشبه كبير، وخصوصا مع مصطفى التوأم بتاعه. وفعلا كلموا إسلام وحكوا له القصة واتقابلوا وقرروا إنهم يعملوا تحليل DNA، وظهرت النتيجة المبدئية يوم 29 يناير سنة 2018، والنتيجة كانت إيجابية. لكن إسلام من كتر اللي شافه كان رافض إنه يتعلق بأي أمل، وانتظر للنتيجة النهائية، والنتيجة النهائية كانت للأسف سلبية، واتضح إن إسلام مش ابنهم. تفاصيل صعبة جدا عاشها إسلام، وعمل أكتر من 57 تحليل DNA مع عائلات مختلفة من محافظات كتير، لدرجة إنه باع دهب مراته واستلف كتير عشان يقدر يعمل التحاليل دي، وللأسف في كل مرة النتيجة بتبقى سلبية. ولحد النهاردة إسلام لسه بيدور على أهله وعنده أمل إنه يلاقيهم. يا ترى إسلام هيقدر يوصل لأهله، أو مثلا في حد كان يعرف عزيزة ممكن يتكلم، أو زوجها نفسه اللي لسه عايش بالمناسبة ممكن يخرج عن صمته ويقول أي معلومة توصل إسلام لأهله؟ طبعا كل ده هنسيبه للأيام. ولحد هنا بتنتهي قصة النهاردة. ولو حابين نتكلم عن قصة معينة اكتبوها لي في الكومنتات، وإن شاء الله هعملها في الفيديوهات الجاية.